لسه برضو عايز ان انت مش عايز تقول الاضافه اللي انت مصر ان انت تقولها لسياده الرئيس؟ يعني رأي الناس فيا ايه يعني مثلا؟ لا الناس قالت عنك كل خير، مش مفيش حد طلع والله واخداهم عشوائي، مش هقول لك ان انت جبت لي حد، انا واخداهم عشوائي يعني. الناس كلها بصراحه بتشكر في حضرتك، حتى انا قلت لهم قولوا اللي انتوا عايزينه ما تقلقوش يعني. انا قلت لهم لا ما حدش قال انا كل عيوب والله العظيم، كل عيوب اقسم بالله. شوفي التجميل ده كله، والله انت عسل يا حاج. شوفي رغم الرغيف، والله انت عسل. شوفي رغم رغيف الخبز طالع عامل ازاي. ايه ده يعني انسان متصالح جدا مع نفسه. متصارح، ما انا هفضل اضحك على نفسي. انت سيادتك صورت الولعه جوه؟ صورت الولعه بتاع السير؟ صورنا. طب تخيل نفسك رغيف عيش بتتجيلي على السير وانت بتسرق المواطن، ايه هتبقى مشكلتك؟ ايه هو احنا يعني الواحد عينه تجبد قدام ربنا ازاي؟ طب بص يا حاج، ما هو ربنا برضو بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما انت برضو مسؤول عن الحاجه اللي انت من ضمن الناس اللي مسؤول عن الحاجه اللي انت بتقدمها. لا المنظومه سيادتك لما اتعملت معموله على ارقى مستوى، بس يعني احنا غايبين عن الوعي شويه في الموضوع. طبعا سياده الرئيس كان عامل لنا انظف حاجه واحسن حاجه، انظف منظومه، وما زال تمام وما زال، ولكن في منظومه مضاده داخل المنظومه. ايه هي بقى المنظومه المضاده؟ دي مش هينفع. يعني ايه هي دي؟ انت مش هتتكلم الا قدام؟ يمكن استحاله والله، ولا قدام سياده رئيس الوزراء مع احترامي لجنابه، لا يمكن، لان السيد الرئيس هو اللي معاه القرار. وبعدين انا راجل منتخب الرئيس وبحب الرئيس، وسأل عليا في البلد انا حابس الاخوان المسلمين 6 ساعات في المخبز ايام مرسي ما كان ماسك، وانا تعبان في التحرير. حزب الكنبه ده هو اللي هلك في التحرير. ويعني انا بحترم الشباب وعايز الشباب ياخد منا يعني ما ماشي يعني. كان ليا مساوئ، كنت شقيا فهدانا الله، وكنت فقيرا فاغنانا الله في عهد السيسي اقسم بالله. اهدى بس كده. اهدى ايه يعني؟ ما هو يعني احنا هنوصل رسالتك من خلال البرنامج أجندة الأحداث، وبنتمنى ان الرئيس يسمع صوتنا ويسمع صوت عم سعيد، الحاج سعيد زغلول، ابن كفور البهيتة مركز ميت غمر دقهلية، اللي بيقول انا بقالي سنة عايز اقابل سيادة الرئيس. اذا كان عم سعيد عنده رسالة وعايز يوصلها بكلمته انا حرامي. اذا ما هواش بيقول عايز يعمل بروباجندا على السوشيال ميديا وخلاص. اذا احنا دلوقتي بنقول لك يا ريس، احنا بنوصل صوت عم سعيد من خلالك، من خلال البرنامج، وبنتمنى ان صوته يوصل لك، وبنتمنى ان انت تبعت له وتعرف الراجل ده عنده ايه. هو مواطن وبيقول انا مواطن مصري انتخبت سيادة الرئيس وبحب سيادة الرئيس، وكلنا بنحب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فبنتمنى انك تسمع لصوت الحاج سعيد زغلول وتشوفه هو عايز ايه. وبيقول ان هو بعت ليك تلغرافات كتيرة جدا، انا كنت مفكرة ان هو بيعمل بروباجندا على الفيس، لكن انا لقيت ان عنده فكر وعنده وعي كبير جدا جدا جدا، وجايز يوضع سره في اضعف خلقه. يمكن عنده حل لحاجات كتير. فيا ريت يا ريت يا ريت ان احنا نسمع لعم سعيد زغلول.